عمرك سألت نفسك ايه اللي ممكن يحصل لو الهندسة والطبيعة اتحدوا؟ تخيل نفسك واقف قدام 3 أشجار عملاقة ارتفاعها يوصل ل50 متر، وأول مرة تشوفهم تحس إنك في فيلم أفاتار. بس في إشاعات بتقول إن ال3 شجرات دول بيمثلوا الأعراق اللي بنت سنغافورة، اللي هم الملاي والصينيين والهنود. بس الحقيقة إن الكلام ده مش مظبوط، لأن كل المواقع الرسمية بتقول إن السوبر تري دول معمولين كرمز للاستدامة والطبيعة، مش رمز لأي حاجة عرقية. اللي قدامك دول مش ديكور، كل شجرة فيهم عبارة عن نظام بيئي حي، يعني منهم ألواح شمسية بتولد كهرباء، وشجرة تانية لتجميع مياه الأمطار، والتالتة فتحات تهوية للقباب الزجاجية الضخمة اللي وراها. ولما تتجول أكتر جوه الجاردن باي ذا باي هتلاقي إن القصة أكبر من كده. يعني مثلا لو رحت الفلاور دام هتلاقي نباتات نادرة جدا من 5 قارات، ولو رحت الكلاود فورست هتلاقي جبل صناعي كبير فيه أكبر شلال داخلي في العالم، مليان ضباب وارتفاعه يوصل ل 35 متر. وانت ماشي على الجنبين هتلاقي بحيرات الدراجون فلاي والكينج فيشر اللي بتشتغل كجزء من النظام البيئي، يعني بتنقي المية وتحتضن الطيور والأسماك. ولو بتدور على الحقيقة فعلا كمل وادخل الهيرتج جاردن، هناك بقى هتلاقي كل ركن بيحكي عن ثقافة الناس اللي شكلوا سنغافورة بجد، اللي هم الهنود والصينيين والملاي. لما تخلص جولتك يا صاحبي هتتأكد وتعرف ان دي مش مجرد اشجار، دي ملخص رحلة سنغافورة كلها، من جزيرة صغيرة وفقيرة جدا لبلد عظيم قررت تكتب تاريخها باشجار من حديد. السؤال بقى، ايه اكتر رمز بلدك مشهورة بيه؟ اكتبولي في الكومنتات، وما تنسوش تيجوا بكرة عشان المغامرة لسه ما خلصتش.